بسم الله الرحمن الرحيم. والفرد ما قيدته بسكة أو جمع أو كسر على رواية. والفرد فردي جتون ما قيدته بسكة وان نما قبت يسته أو جمع تكاو بيان أو كسر تكاو قباب سينسان على رواية. ودي سينسان رتجتو أبلو الرابلو ملين قراني جتجتو. هذا هو الثالث والعشرون ديدمي صدف هذا من أقسام الحديث المذكورة في هذه أقسام الحديث خندب المنظومة، بتماتر نزمي تنغيست وهو الفرد. سوري فردي لا وذكر النازم له ثلاثة أنواع. دوبا نازمين قوسا سديد بتيف الأول تقفى ما قيد بسكة. وأنما من قبت يفهمه. الثاني لما فن ما قيد بجمع. وأن بيان قبت يفهمه. الثالث صدفان ما قيد برواية. وأن أديس إنسان قبت يفهمه. فما هو الفرد؟ فردي مالي نقول رجنا الفرد أن ينفرد الراوي بالحديث، حديث عن قبابودا يعني نفده أن يروي الحديث رجل فرد نمي تقودي سودا فرد والغالب رجل والغالب فرد يجور نمي تقو جيجو والغالب على الإفراد وبدون على أفراد الأفراد خنرتي الضعف. ضعيف ما رجن لكن بعدها كرين سيمو صحيح سيئة متلقى بالقبول. قبلتين فان باما داجن لكن الغالب على الأفراد أما لا غالبني أفراد الرت أنها اسم ضعيف ضعيفة، مجن لا سيما فيما بعد القرون كيساو إذا الثلاثة. كرني سديني فادلالا كرني سابا تابي أتبا تابي أبابودا لأنه بعد القرون الثلاثة إيجا قتة كرني سدينيتي كسر الرواة والرديس وديسوت الدمات فضيق الشيخ الواحدة شيخ تقولي قرتما عنده 600 راوي، نمني بجافان درسان كبرية تلالا فإذا انفرد عنه راوي واحد دون دوبا نبجان كان غيره غيسا تقويو خبان بي فإن هذا يوجب الشك. تقيتشغل نما نبجا غيسا خبان بونكم شك في ديجو فكيف يخفى هذا الحديث أكم يدينكم دختا على هذا العدد نما الكثير نبجا رتي ولا يرويه إلا واحد فقط؟ نمي تشتكو بيتشامل كم تلو ديسنا دينكم تنافو شكي لك بجيجو لكن في عهد الصحابة أمو زمن صحابة تكسر الفردية، فردي ما ندم ما تخبان بيسي وكذلك في عهد التابعين، زمن تابعة خيست اللي لكنها أقل من أمو. عهد الصحابة. زمن تابعة خيستي زمن صحابة رتك عراجان لانتشار التابعين تابعة وكثرتهم. فيك إسانية الدمات وفي عهد التابعين تكسر زمن تابعة الفردية، أتباع تابعة خيست ماس تكسر الفردية فرديان الدمات لكنها أقل من عهد التابعين. أمو زمن تابعة رتك كورجان ماس إذن أقص فالفرد من قبل الضعيف أقو كان غالبا تاتيجو أقو كان تاتي فردين من قبيل الدعيف غالبا، قسم ضعيف الرأي غالبين وأنواعه ثلاثة قسم ساسدي وهي سدين الأول تقفى ما قيد بسكة وان سكان قيدمه أي من فرد به سكة سكان تقخبان به ولم يرويه غيره، نمني برو ديسين لكنه لا يخالف غيره. أمو نبرو هنكلف نجيجو مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما إنما الأعمال الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أجي فقد حصل الإفراد فيه بفران قيسر كمي في 3 طبقات من رواته، صدركا سدي خروات الراتي قيست ومع ذلك صدركا صحابة صدركا تابعة صدركا أتباع تابعة قيست ومع ذلك أكن ما وجين فهو صحيح سيجان كل لا لأنه انفرد به الثقة عن نما راخب عن به فهذا يسمى فردا فرد جامع يا ماما ويسمى غريبا. غريب اللي جامع يا ماما الثاني لما فرد بقلة قريب بكثرة أكن جنين آية الثاني لما فن ما قيد بجمع جميع وان قمت يفهمه ومراده بالجمع آية أهل البلد والربي أو أهل يتكاتي القرية جيجو أو القبيلة أو ما أشبه ذلك. آية فإذا انفرد بهذا الحديث حديث كان نقوه هو به عن أهل هذا البلد شخص والربي واحد يتنار نمي تقو بمعنى أن يقال أكا جتشوت تفرد فلان برواية هذا هذا الحديث عن الشاميين فيتما أو تفرد فلا براوة الحديث عن أو الجاهلين تفرد تكاو فلان برواية هذا الحديث عن الإجازيين جت أو ما أشبه ذلك. تكاو عن كان فكات جت فهنا دوبا وكتاتي فرد لكنه ليس فردا فضل مطلقا ملتقيمتي فردي لني بل هو في بلد معين
بيا بكمتو غير سجرا وقد انفرد به من بين المحدثين ورنا سوس وراديسا سنرا خبان به من أهل هذا البلد بيا تنرا فمثلا إذا قدرنا عن المحدثين في الشام 1000 وقول محدث ما قدر ورين حديث وني شام كيستي 1000 محدث نما خمتك وجرا جنة فروى هذا الحديث منهم واحد حديث خنا نم تقوم نما خمسون راو ديسه ولم يروه سواه إسماعيل نمون ديسين فنقول رجنان هذا فرد هم فرد جنان لكن هل هو فرد مطلقا فردي مطلق ما فرد نسبي جامعة أما هم فرد نسبي جامعة جيتو الثالث أجرب الله